ازيكم، مرحبا بيكم فيديو جديد. معكم عمر من قناة نورمال عمر، وباذن الله الفيديو ده هيكون حلقة تقريبا 13 من سلسلة من الصفر. باذن الله الفيديو ده زي ما انتم شايفين معايا اكبر عدد جواهر جمعته طول السلسلة، 15666 جوهرة. باذن الله النهارده نزل باكة جديدة وهي الهوت ميد فيلدرز اللي فيها كاكا، فيها شنايدر. فاقل حاجة يا رب يطلع لي النهارده كاكا او نيمور، فيا رب ونعمل كل الحلو لينا. فقبل ما ابدا الفيديو طبعا اتمنى منك تحط لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، واشوفكم في اخر الفيديو ويلا بينا. اول حاجه معانا طبعا اعرفكم هنفتحوا الباكه دي. فبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباكه دي تقريبا نص اللعبه اللي فيها غاليه جدا. لو دخلنا مثلا على واحد زي دي بروين 51 مليون، كاكا 39 مليون، تشافي 57 مليون، زيدان نفس الكلام 41 مليون، بيرلو هو تقريبا الوحيد الرخيص فيهم هو ورابيو. فنأمل من الله ما يطلعناش حاجة من رابيو كده ويطلع لنا نيمار أو هنري. فيلا بينا نبدأ الفيديو، نبدأ التفتيح مع أول باكة. وبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وعلى الباكة على اللمعة الأولى وبسم الله الرحمن الرحيم ونفتحها. وما تنساش تصلي على النبي عشان الفيديو تاخد ثواب بالمرة وعشان الباكات تبقى حلوة. تمام. فبسم الله الرحمن الرحيم تاني مرة، تشهد الصلاة على النبي، اذكر الله ولا إله إلا الله وبسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، حتى مش وكاوت بس لويس. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم تاني. وطبعا في حاجة أنا افتكرتها، وكنت قبل ما أنزل اللعبة دي كنت شايفها في اف سي اللي هي موبايل اف سي كمبيوتر، ألا وهي اللي اللعيبة بتتطور، الأبجريد بتاع اللعيبة. ودي حاجة لاحظتها، هو إن في أبجريد بيحصل للعيبة في اف سي كمبيوتر. هتلاقي ممكن ان انت تجيب لاعب قليل وترفع له الاوفر بتاعه عن طريق الابجريد وان انت تعمل. فدي حركه حلوه، اتمنى يعملوها في اللعبه دي. اي نعم هم عاملينها لنا بس ممكن تطور بيها اي لاعب، بس اتمنى يعملوها في لعبه معينه عشان يغلوا سعرهم ويظبطوا سعر السوق شويه بدل ما هو كده باظ خالص. تمام. يلا بينا تاني وبسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اشكر الله ويلا بينا. ووك اوت. ماشي، لاعب من الريفيلز. اوعى تقول لي رابيو. رابيو. رابيو يا جماعة 9 مليون. حلو. أول لاعب غالي معانا في الفيديو ده عشان سمينا الله وأكيد أنت ذكرت الله وخد، فعشان كده طلع لنا. فبسم الله الرحمن الرحيم. أكيد عرفتوا فايدة ذكر الله والصلاة على النبي. فبسم الله الرحمن الرحيم، اذكر الله ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي عادي. المهم اللي طلعناه رابيو قبل الباك. طبعا لما تفتح 10 باكات كده كده هيطلع لك لاعب من 88 ل 94. فبسم الله الرحمن الرحيم. تليفوني بدأ يعلق العرق زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللمعة الأولى. طبعا بحب اللمعة الأولى، بتفائل بيها شوية. ماشي عادي. والله يا جماعة انت وانت الباك اب بتتفتح تحس ان هيطلع لك حاجة حلوة جدا. بس تخيل انت طلع لك 40 مليون مثلا وطلع لك معاهم مثلا وليكن تشافي أو دي بروين. فبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو طلع لي تشافي هخليه معايا في الفرقة. يلا بينا. ماشي عادي. لاعب غالي بريس وايت، اللاعب ده لسه بايعه برضو. العرق. اعذروني يا جماعة، العرق ايدي بدأت بتعرق فتحس ان في لاج شوية، بس ده من العرق ايدي عادي في الفيديو برضو. فبسم الله الرحمن الرحيم، اذكر الله ويلا بينا. يلا بينا الباكا رقم 8 تقريبا. حلو. طبعا الحظ بدأ يوحش شوية عشان كده كده يبدأ بقى الباكا 88 94. فبسم الله الرحمن الرحيم. دي آخر باكا مش 88 ل 95. بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا الباكا من 88 ل 95. فدي هنفتحها على اللمعة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب واذكر الله وصلى على النبي. في الأثناء دي صلى على النبي واذكر الله كتير ينفعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ليش 88 89 في حاجة.
اكيد في حاجة حصلت في الغالب. ما تلاقيش حتى اللعب من 88 ل 89. هو ازاي؟ ما هو المفروض تفتحها 10 مرات يطلع لك، صح؟ هي شكلها طلعت لي في الاول، شكلها طلعت لي يا رابيو، توقعت. أه مش عارف صراحة. طب في الأثناء دي هنفتحوا باكة تانية، ألا وهي هي تقريبا كانت الستاندرد، هو اللي لما بتفتحها 10 مرات. بس في الحالة دي هنفتحوا باكة ستاندرد وباكة كابتنز. فأول باكة معانا اللي هي الكابتنز. بسم الله الرحمن الرحيم، على أمل يطلع لنا كرويف. بسم الله الرحمن الرحيم، نذكر الله، ويلا بينا. ماشي. آخر باكة معانا الفيديو ده بتاع النهاردة، وهي باكة عادية. تعالى نتأكدوا من باكات ريفيلز. يا جماعة لا، في حاجة، في أكيد مشكلة حصلت. تعالى نفتحوا ستاندرد عادي. الباكة دي طلعني من لا، مش دي الباكة، طلعت لي من البيز الباك. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونأمل أن يطلع لنا لاعب حلو زي رابيو. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ماشي. المهم طلعنا لنا شوية لعيبة غالية جدا، نخش نبيعها ونلعب لنا ماتش وجه لوجه وبعدين ننهي الفيديو. بقى معايا 20 مليون، يعني خدت 3 مليون من حرفيا بس الباكات. كورتوا كورتوا يا كورتوا. حرفيا بالفرق بين النسخ قليل جدا. ده ب43 مليون، ممكن اشتري ب70 مليون نسخة ال94، بس ما اظنش ان انا اشتريها ولا ادفع فيها. بس انا جايبها لان زي ما انتم شايفين في الماي واتش ليست تلاقي في كورتوا تقريبا نسخته التانية ب51 مليون، في حين ان انا ممكن اشتريها من هنا ب30 بس. فهنشيل النسخة دي من الحسبان. ودوناروما نفس الكلام. لو بحثنا هنا في الحراس زي ما انتم فاهمين الحركة دي، او زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي، لو روحنا في دوناروما اهو. لا، دوناروما اوريدي مفيش اصلا نسخة ليه. 30 مليون اخر نسخة 92، فعشان كده ممكن يكون مغنينا. تمام. بس يلا بينا نبدأ بقى نبيع اللعيبة بتاع اللي هتطلعت لنا. أول لاعب معانا طلع لنا النهاردة هو رابيو. تعالى نشوف قوته برضه ومميزاته. ملوش أي ميزة حرفيا، كيس جوافة بمعنى الأصح. وطلع لي 2 بريسويت وسعرهم مليون كل واحد فيهم تقريبا، بيبيعوا ب914 ألف. طبعا استلم الفلوس كلها في آخر ما تجمع اللعيبة كلها. يلا بينا 715 ألف كمان شباب إخواتهم. وهم لاعب ده مش عارف مليت أمه ايه صراحة. حلو، ممكن نستخدمه في المقايضة اللي هنعملها دلوقتي وخلاص. 3 نسخ كده خدنا 9 مليون حرفيا. بقى معايا 30 مليون، والأمل يقترب من نسخة نيمار ال94. طبعا هدفنا هنا كله هو نسخة نيمار. طبعا ممكن أجيب النسخة دي وأرقيها وخلاص، يا دي بس دي أصلا اوريدي 40 مليون، يعني حتى فيش. واللي عالية منها 92 مليون، 62، فأرخص من دي بشوية. بس زي ما انت عارفين دي أصلا عرفت تجيبها هتعرف ترقيها زي ما انت شايفين، وتاخد بص السعر عامل ازاي. ممكن تبيعها ب538 مليون. طبعا حاجة برضو، فصراحة أنا لو أجيب النسخة دي عشان دي هتبقى أرخص شوية. هتبقى عاملة هتبقى عاملة 50 مليون، ولو هجيبها بالنسخة المتطورة الماك اللي شبه أخواتها 62 مليون بس. فأظن هتبقى أحسن بكتير من إن أنا أجيب نسخة نيمار ال94. وبرضو اكتبولي تحت في التعليقات أجيب أنهي. طبعا في ده كان من عالم آخر. ده كان يسرح 36 مليون، بيسرح حرفيا على جنب. 4 سكيل موفز مش 5، فعشان كده مش حلو أوي، بس عنده سوليد بلاير وذكي شوية في المراوغات. وطبعا أنا شفت في ناس كتير تلعب بيه مع إنه مش حلو وما عجبنيش خلاص خالص صراحة. لو الناس كانت لما نزلت للناس وهي بتلعب بيه. عندك برضو اختيار تاني اللي هو ده كان برضو قرعة الآخر. قرعة
حرفيا هو الحاجة الوحيدة اللي بتميزه هو سرعته، واللي عنده ميزة tries to beat offside trap، فما بيقعش في مصيدة التسلل وبتعمل جيش سنترة، وعنده سبيد دريبلر سريع جدا، وأهم ميزة عنده الفينيش شوت لأنه مش خمسة. فالغريب والمضحك اللي أنا هوريكم حاجة دلوقتي، لو لغينا دي رحنا عند بيليا 73 مليون، رحنا عند مودريتش، أو رحنا من الآخر عند أي لاعب 114 مليون، هنلاقي ماكسيموم بتاعه مش مليار. ايه الغريب والمضحك اللي احنا لو رحنا عند بيليه، ها، ب 470 مليون، يعني حرفيا بيليه قليل. بس احب اقول لكم حاجه، بيليه قل بسبب ان وزعوا نسخه ماسكرونو كتير. بيليه تقريبا من قبل 3 ايام بالظبط من النهارده او يومين، يعني كنت مجهز الحركه دي عايز اوريها لكم. بيليه سعره كان مليار 44 مليون على ما اظن، فبرضه قريب النسخه دي. وطبعا الحلم يقترب، هو من 60 مليون. طبعا هبيع على طول. ممكن هبيع اللي هو الولا فينيسيوس. فتعال نجربوها دلوقتي الحركة. هو اللي نخش في التشالنج. لا ايه ده، ايه ده، ايه ده، لا اله الا الله، هزار ولا ايه؟ وانا اقول ليه سعر اللعبة. المهم يعني هندوروا في اي واحدة فيهم. اليونيفرسال هناخد دلوقتي 80 تلات اتاكرز. مشكلتها بس اللي هو الاتاكرز غالية شوية، هضطر اصرف عليها لعيبة انا بحبها زي ده وده وده، واعمل لها تشالنج. طبعا 3 لعيبة دول مش محتاجهم اوريدي، فكده بقى معاك نسختين، اتبقى لي نسختين كمان شبههم. ممكن نحط لها هنا، تعال نجربوها برضو مش عيب ولا حرام. اندرسون تاليسكا، دي فايدة اللعيبة دي صراحة. اعمل لها مقايضة ويلا بينا، ويا رب يطلع لنا لاعب حلو. يا رب يطلع لنا دوديك، يا رب دوديك. دوديك، لا مش دوديك، لاعب أمه شخصيا متعرفش اللي هو بيلعب كورة. ممكن نعملها تاني، المرة دي هتصرف فيها فلوس. طبعا أنا عايز أعملها عشان عايز أطور فينيسيوس للنسخة 92 عشان أعرف أبيعه. تمام. طب تعالى الماركت. هو احنا عايزين قد ايه؟ معلش بس، احنا عايزين 3 لعيبة اتاكرز 85، يعني الولا بريس واي نرجعه تاني. اتاك. طبعا انا بحاول بس اسرع شوية برضو، اهو زي ما انتم شايفين، والمين 85. فل فل كنت عامل عك شيت. معلش على الانقطاع، حصل لي بس مشكلة كنت في انفصل معلش. بس رجعت الشاحن فرجع، فبصور الشاحن دلوقتي فاعذروني. بس المهم انا جبت 3 نسخ من جابرييل مارتينيلي. بس طبعا جابرييل مارتينيلي لو انت تعرفه هو لاعب مترقي، فتقريبا مش هينفع. هو بيقول لك عايز مهاجم، ما سألش فشت. لبسنا خازوق، لبسنا خازوق. طب تعالى نعملها 86، والمينيمم خليها 85. نفس الكلام، هنخش نبيع جابرييل مارتينيلي دلوقتي. ها، مليون معلوش بيع صراحة. مليون 200 صراحة ما يستاهلش. في بوفو. لو طلبت سولشاير صراحة هيجي، بس ممكن ندور على واحد تاني بيتباع. عندك الجابر ولا بيتباع ولا بالشر. ففي رافائيل ياولا مليون 800 خليهم لك. ديبالا زي ما قلت لك، سولشاير ماله سولشاير. هات الكائن ده، خليها مليون و50، يلا يا عم. هات 3 نسخ، بيع 3 نسخ بتاعت جابرييل مارتينيلي.
محدش بعد كده يحاول يضحك على اللعبة، عشان اللعبة أذكى منك. في الغالب لو سبت شوية يغلى، بس صراحة عايز فلوسي. تقريبا أنا بعامله معاملة الأسهم يعني. المهم اللي هو ب1,020,000، فتعال برضه نبيع اللعيبة دي. لا دي سيبها شوية. جوفو أو النسخة جت، انتظر النسخ التانية تيجي. فاهم. خش الماركت يلا يا عم جوف. جم. تعالى بقى يلا جوفو نوديه في داهية. كده ما تبقناش غير حاجة واحدة حرفيا، هو واحد بس توتك. زي ما انت شايفين لو جينا رقينا الولد ده 1 2 3 4 5، محتاج كمان نقطتين. فشت. بس بإذن الله هنجيبهم مع المستقبل. بس دي كانت نهاية الفيديو، وأتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعل زر الجرس، وأشوفكم فيديو جاي. السلام.